القرار هذه توا معناها اعطينا نحن 15,000 للفريق المضيف. نحاولوا معناها نشوفوا كيفاش نتعداو للمرحله الثانيه اللي هي نجموا نحضروا الجمهور هذا والجمهور هذا، لانه قاعدين نراو في برشا مباريات معناها الفرق كي يجي جمهور المنافس يخليه يدخل، يقولوا تفضل يقول له يدخل ويعطيهم بلاصه وكل شيء وما يصير حتى شيء. صحيح صاروا ديزانسيدون، مي اذا كان باش نقفوا عليهم هذوك من كل ما نمشي نقدموا لا بكورتنا ولا نقدموا بالمباريات نتاعنا ولا نجم نرفعوا من مستوى معناها. على كل حال هو كرة القدم التونسية والرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم ولا حتى الثاني. الأمن، أنا ما تصورش الأمن ضد الجمهور. لا 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 ماهوش ضد الجمهور. الجمهور لو كان يجي يتفرج ويقبل النتيجه اللي فما ويروح على روحه، الامن مش ضد معناتها ما فماش حتى داعي باش تجي تتفرج في ماتش بعد تبدا تكسر وتعمل حاجه بالطبيعه هي اعمال الشغب والتخريب ماهيش مقبوله معناها جمله. وزاد دور بعض الجمعيات وزاد الهيئات الاحباء اللي باش نقعدوا ديما نحكيوا عليهم لتاثير الجماهير معناها والتوعيه نتاعهم انه في كره القدم ثم الربح والخساره والتعادل. هذا المهم، هي التثقيف هو من الدور اللي يناط بعهدة الهيئات الأحباء، هي تثقيف الجماهير نتاعها وتوعيتهم باش تتعداو مقابلات من النوع هذا، يتعداو في كنف الروح الرياضية. وبالنسبة للقبيلة قلنا على الديربي، بالنسبة للمنظر الكبير ولا الكرال ما عاشوش الدربيات وما حتى ما، لكن الأسبوع هذا متأكد وأنه احتكاكهم بعض جماهيرهم وملاحظة بعض الجماهير أكيد باش تعطيهم فكرة على قيمة الرهان معنوية بالنسبة لي. أكيد احنا كل ما نتمناوه انه نراو اليوم ديربي في مستوى معناها كرة القدم التونسية، في مستوى تاريخ كرة القدم التونسية. زعلي وبسام حكاو معناها على الدربيات، وبالتأكيد معناها حتى اللي أكبر منا يعرفش معناها الدربي، احنا نعرفش معناها الدربي. إن شاء الله اليوم نشوفوا ديربي على مستوى عالي جدا. باش نمشي إلى فاصل إشاري ثم